السلام عليكم، هلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. النهارده فيديو من اهم الفيديوهات اللي انت ممكن تشوفها. النهارده معانا 12 وظيفة وعن تجربة، لكن مش كل ال 12 وظيفة، بعض الوظائف عن تجربة. لكن انا في الباقي سألت كذا حد مجرب الوظائف دي، وكمان هنفهم واحدة واحدة وايه الوظيفة اللي انت تقدر تتعلمها وبعد كده تشتغلها، وايه الوظيفة اللي انت تقدر تشتغلها على طول بعد الفيديو من غير ما تتعلم الوظيفة دي. تمام. فالفيديو ده هيوضح لك كل حاجة. طيب تعالى اقول لك على سامي الوظائف الاول بس عشان انت تعرف احنا هنقول ايه. اول حاجة احنا معانا البرمجة، وبعد كده الجرافيك، وبعد كده المونتاج، وبعد كده مدير صفحة، وبعد كده الترجمة والوورد والباور باند والتسوق وتقديم المحتوى وفويس اوفر وبعض الوظائف التانية. تمام. تعالى في الاول اقول لك اللي تقدر تشتغله من غير ما تتعلمه. يعني انت ممكن بعد الفيديو ده تروح على طول تشتغل الوظائف التالية او الحاجات التالية، ودي تساعدك مصدر دخل. اذا كان دي ممكن اللي هقولها دلوقتي ما تكونش دخلها كبير قوي، او ممكن تتعب شوية بس عشان ايه تدخل اول فلوس في جيبك، لان انت شغال فريلانسر. تمام. لكن بعد كده هتتعود، وبعد كده انت ممكن تشتغل مثلا اللي هقولهم دلوقتي وتتعلم، وبعد كده تشتغل حاجة من الستة التانيين اللي هم فيهم فلوس حلوة وفيهم شغل حلو، إذا كنت هتشتغل فريلانسر أو هتشتغل في شركة أو موقع أو أي حاجة. تمام. اولا مدير صفحة. مدير صفحة تقدر تشتغلها بدون ما تتعلم. انت ايه؟ طيب مدير صفحة دي، مدير صفحة اللي هو مثلا انا عندي صفحة على الفيسبوك او عندي قناة على اليوتيوب. تمام. وعايز حد يدير لي الصفحة. انا عندي مثلا على الفيسبوك مثلا 900 الف مشترك، داخل على المليون مشترك، عندي 300 الف مشترك، عندي 1000 مشترك. تمام. وهكذا. عندي شغل تاني، انا بسجل فيديوهات بعمل، فمش فاضي ادير الصفحة وانزل فيديوهات واكتب محتوى وهكذا. فانا هجيبك هتدير لي الصفحة وهترد على الناس وهترد على الكومنتات بس، وانت قاعد اديك انت ماسك تليفونك او اللابتوب بتاعك وبترد على الناس وبتدير صفحة، ودي فيها فلوس حلوة برضو. تمام. تاني حاجة الترجمة. لو انت خريج او طالب ومتميز مثلا في لغة معينة، انجليزي، فرنساوي، اسباني، اي لغة متميز فيها معينة، انت تقدر تشتغلها. تمام. في مواقع كتيرة فريلانسر او اذا كنت تشتغل مع حد، لكن انا انصحك في الترجمة اشتغل في فريلانسر. في مواقع كتيرة على النت انت تقدر تدخل، بيدوك تسك معين في الاول، او بيدوك تسك بترجمه مثلا صفحة معينة وبتاخد مثلا $10. تمام. لو عايز تعرف كتير عن الترجمة بعد ما تسمع الفيديو ده، ممكن تروح تعرف او تسمع فيديوهات تانية على النت هتلاقي. تمام. انت ممكن الوظائف اللي دخلت دماغك او اللي انت ممكن تشتغلها بعد الفيديو ده وتسمع عنها وتعرف اكتر وتبحث اكتر عنها، ممكن تسجلها عندك او تكتبها. تمام. تالت حاجة الوورد. انت الوورد برنامج، طبعا الوورد واحد يقول لك ده ليه دورة كاملة، لكن انا بقول لك ان الوورد انت حاليا تقدر تفتح وورد على اللابتوب، تقدر تكتب صفحة. مثلا واحد كاتب صفحة بخط ايده كده على موقع ومنزلها، بيقول عايز دي في صفحة على الوورد بنظمة. انت حرفيا انت هتكتب بس، انت ايدك هتكتب. تمام. وتنسق بس بسيطة. انت ممكن تسمع فيديو ساعة او تسمع فيديوهين تلاتة كده مش هيكملوا معاك ساعة، وبعد كده تطلع حاجة حلوة على الوورد. تمام. لكن طبعا لو انت عايز متميز وورد تبقى ايه، تبقى يعني واحد عندك مهارات في الوورد، لا ده ليه دورة كاملة. تمام. أربعة تقديم محتوى. تقدر تقدم محتوى، لكن دي لو انت عايز فلوس على طول ما انصحكش بيها، لان انت عايز تقدم محتوى انت تنتظر لما مشتركين وحقق شروط وهكذا. تمام. فدي بتاخد وقت شوية، لكن انت ممكن تشتغل شغلة وتقدم معاها محتوى، وتقديم المحتوى دي من الحاجات المهمة برضو. تمام. بعد كده خمسة هو فويس اوفر. فويس اوفر تتعلم فقط الاساسيات. يعني انت هتعمل تعليق صوتي او هتعمل تعليق صوتي على الفيديو، زي مثلا وليكن معلق مثلا بيعلق على حاجة، انت هتبقى زي كده. مثلا واحد بيعمل قصص، تمام، عايز واحد فويس اوفر يتكلم في الفيديو بتاع القصص ده. واحد بعمل قناة افلام وعايز واحد فويس اوفر بيكتب مثلا حاجة، وعايز واحد يتكلم وهكذا. انت ممكن تعرف الاساسيات، ممكن تعرف شوية حاجات تاني
تشتغل على طول. 6 معانا نشر الاعلانات في مثلا ديسكات معينة او في شركات معينة بتجيبك تنشر الاعلانات. تمام. دي بقى مش فلوسها حلوة ويتعب شوية، لكن لو انت عايز فلوس ممكن تشتغلها. تمام. تاني حاجة اللي لازم تتعلمه الأول البرمجة دي حاجة متميزة جدا جدا. في ال6 الأولانيين اللي أنا جربتهم واللي أنا اشتغلت فيهم تقديم المحتوى فقط. تمام. عشان بس إيه، أنا قلت هقول لك عن تجربة. تمام. تقديم المحتوى ده هو حاليا اللي أنا بعمله دلوقتي. أنا بقدم لك محتوى وبقول لك فيه إزاي تشتغل أو فريلانسر أو هكذا. تمام. ده تقديم المحتوى. 2 دي أنا اشتغلت فيها كذا حاجة يعني اللي لازم تتعلم. أولا البرمجة الغنية عن التعريف. طبعا لو أنت عايز تشتغل وعلى طول وتاخد فلوس، فأنت البرمجة بتقعد معاك شهر و2 و3 و4 و5 و6 و7. تمام. مش هتتعلم برمجة على طول، لكن في نفس الوقت فلوسها حلوة. انت ممكن تتعلم حاجة تاني تشتغل بيها حاليا وانت طالب او انت خريج، وتتعلم معاها برمجة، وبعد كده تمسك فلوس حلوة جدا، ويبقى عندك مهارات كويسة جدا 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 في البرمجة او الذكاء الاصطناعي. تمام. والبرمجة سهلة عامة يعني. تمام. انا دخلت في البرمجة، طبعا انا وقفت بسبب الدراسة. دخلت سايبر سيكيورتي، دخلت الهاكينج، طبعا انت دخلت على القناة تلاقي وهكذا، لكن انا وقفت عشان الدراسة. تمام. بس دلوقتي حاليا شغال في تاني حاجة اللي هقولها دلوقتي هي الجرافيك او الديزاين. انت تقدر تتعلم ديزاين والجرافيك بكل سهولة. ممكن تتعلم وتبقى متميز في 7 أيام بس، في 3 أيام بس، على حسب ما انت هتسمع فيديوهات وهكذا. تمام. الجرافيك أو الديزاين اللي أنا شغال فيه، انت مثلا بتعمل جرافيك ديزاين معين للبوستر مثلا، تاخد فيه 150 جنيه مثلا. لو هتعمل واحد مثلا من مصر هنا، عملت لوجو معين مثلا، هتاخد لك فيه $100. تمام. وهكذا. الجرافيك انت في قنوات كتيرة جدا جدا عن ازاي تتعلمها. تمام. انا ممكن لو الفيديو ده عجب ناس ولو عايزين نكمل، ممكن اجيب لك القنوات او المواقع والمنصات الفري انت تقدر تتعلم منها الحاجات دي وتقدم لك حاجة فري. تمام. واجيب لك المواقع او الطرق اللي انت ازاي تشتغل بيها وتجيب فلوس من الشغل ده. تمام. تالت حاجة معانا المونتاج حاجة يعني مهمة جدا جدا. فلوسها حلوة طبعا. تمام. تعليمها بيبقى صعب شوية، لكن هي فلوسها حلوة. شغلها يعني صعب تيكا كده، لكن شغل حلو طبعا. ممكن عشان قلت كده واحد يفتكرها احسن من البرمجة، لا مش احسن من البرمجة، لكن شغل كويس برضو لو انت عايز تدخل فلوس على طول. رابع حاجة الباور باند، وانا ما عنديش فكرة كافية على اني اقدمه لك، هو ان اشرح لك الوظيفة دي بشكل واسع. لكن انا مثلا هقول لك مثال بسيط. مدرس مثلا عنده محاضرات عايز يحطها مثلا على الباور باند، عايز ينسقها، وهكذا، يبعتها لواحد ويعملها له برضه، فيها فلوس حلوة برضه. انت لو الباور باند تقدر تبحث على النت وتجيب منه معلومات كتير. 5 التسوق او التسويق ده من الماركتينج، ده من الحاجات المهمة جدا الحاجات الكويسة جدا وفيها فلوس. واحد تاني يحسب مثلا التسوق احسن من البرمجة، لكن برضه هقول لك مش احسن من البرمجة، لكن بتاخد وقت. تمام. سادس حاجة بقى وهي اعلانات ممولة. طبعا كلنا سمعنا عن الاعلان، او في ناس معينة بتعمل اعلانات ممولة. الاعلان الممول ده بيبقى على الفيسبوك مثلا. انا عايز اعمل اعلان ممول حاليا، ومش معايا طريقة ان انا اقدر ادفع بيها مثلا للفيسبوك، فانت بتروح، او انا مش هعرف اعمل الحاجات اللي طالبها الفيسبوك عشان اعمل اعلان ممول، فانا بروح حد معين بعمل عنده اعلانات ممولة. وبصفة عامة تقدر تشتغل في كل الاعلانات، اعلانات الفيسبوك فقط. تمام. كده انت عرفت الاسامي وعرفت شرح بسيط عن كل وظيفة انا قلتها وانا قدمتها. تمام. بصفة عامة انا ما اقدرش اشرح لك كل حاجة بالظبط، ما اقدرش مثلا اقدم لك كل المواقع اللي انت تشتغل عليها. تمام. هقدم لك القنوات اللي انت تقدر تتعلم من عليها، الطرق، المنصات الفري اللي هي ببلاش. اقدم لك مثلا حاجات كتيرة جدا في فيديو واحد. تمام. انت هتزهق وانا هزهق
يعني صعب شوية. لكن لو الفيديو ده عجب ناس وعايزين نستمر، ممكن تضغط لايك على الفيديو وانا هعرف ان الفيديو ده عجب ناس معينة. وما تنساش اهم حاجة تشير الفيديو، من الدال على الخير كفاعله. يعني ممكن واحد يكون محتاج فلوس، محتاج يشتغل مثلا الشغل وانت على النت، طبعا اسهل وفلوس برضو حلوة جدا جدا، تمام، افضل من الشغل كده. يعني لو انت طالب او خريج فانت ما عندكش وقت كتير، فانت تشتغل الوقت الفاضي وانت قاعد على النت، تمام، بجانب الشغلانة اللي انت شغالها تاني او بجانب الدراسة، تمام. وانا دلوقتي حاليا واحد يسألني، انا اقول لك شغال جرافيك مونتاج، تمام، مونتاج مش جدا، والجرافيك برضو اللي هو بس انا الاساسي لازم تركز الحاجة دي. بعد الدراسة تمام هدخل في البرمجة بشكل عام جدا، تمام. يعني انا ذكرت البرمجة في يعني حاجات كتير والذكاء الاصطناعي، فاهم حاجة واحسن حاجة انا بقولها لك البرمجة، تمام، لو انت عايز تمسك فلوس حلوة وعايز شغل محترم، تمام، وعايز تشتغل على طول برضه. فانا ممكن فبكده احنا خلصنا فيديو النهاردة. ان شاء الله يكون الفيديو الناس استفادت ممكن بنسبة 70% فقط، وفيديو تاني ناس تستفيد كتير جدا عن الفيديو ده. انا بس وضحت لك شوية حاجات. الفيديو الجاي ممكن اقول لك على المواقع او الحاجات اللي تقدر تتعلم منها، وممكن نعمل فيديو تاني تبقى سلسلة كده 3 فيديوهات 4 وهكذا. بس انا ده كله عشان الفيديو ما يطولش فقط. سلام.